كذا ولاد كذا ولاد كذا، ويشتم في العملاء. بعد سفرية ماكاو والبذخ اللي انا شفته قدام عيني، وناس بتصرف مئات الالاف من الدولارات في ليلة، عرفت ان حياتنا كلها ملهاش لازمة. قاعدين بنتخانق ونمسك في بعض علشان ده خد مني 500 جنيه وده خد مني 1000 جنيه، كله كلام فاضي. نظرتي للحياة اختلفت. قلت في حياتي يعني انا مهما عملت مش هوصل للارقام ده هي، ولا هصرفها بالبذخ دوا. فالاولى ان انا اتبسط، عملت فلوس اتبسط بيها، ده اللي اقدر عليه يعني. قبل ما اسافر الصين كنت محتار اختار جوانزو ولا ايو، مش عارف اسافر انه بلد. فدخلت على منتدى اسمه العرب المسافرون، قلت يا جماعة انا محتار اسافر انه بلد. فكان في واحد دايما يرد على الناس، انت اعمل كذا انت اعمل كذا، وهو وقتها كان في الصين. فدخلت بعت له رسالة، السلام عليكم. وعليكم السلام، استأذنك انا عايز اسافر الصين، ايه اللي ممكن اعمله وتساعدني ابدأ ازاي وبتاع. فالراجل رد عليا بكل لطف، قال لي الصين دلوقتي مش احسن حاجة، وانا انصحك خليك في مصر. بصراحة يعني انا ما اهتمتش بكلامه وسافرت. ده كان في 2013. في 2017 نزلت اعلان في جروب تجمع للمصريين، قلت يا جماعة والله انا عندي سكن اوضتين وعايز حد يسكن معايا في اوضه. فدخل واحد كلمني، السلام عليكم، ازيك يا ابو حميد، انا عايز اسكن معاك في السكن بتاعك ده. قلت له يا باشا تعالى نتكلم ونتفق. بعت له العنوان، نص ساعة وجالي. خبط باب الشقة، فتحت الباب. اول ما شفته قلت له انت فلان. قال لي صح، عرفت ازاي؟ قلت له انا بعت لك رساله في 2013، قلت لك انا عايز اجي الصين، وانت قلت لي ما تجيش الصين دلوقتي مش احسن حاجه والدنيا بايظه. شوف سبحان الله، انت النهارده جاي تسكن عندي. قال لي لا يا اخي انا عمري ما قلت كده وبتاع. انا وقتها كنت ضفته على برنامج صيني اسمه كيو كيو. رحت فاتح الكيو كيو، رحت موري له رساله، قلت له انت ده. قال لي صح يا اخي، شوف الدنيا ومش عارف ايه وبتاع. المهم قعدنا نحكي ونتكلم وبتاع. قلت له بص يا استاذنا، السكن ده اوضتين، انت هتسكن في اوضه وانا هسكن في اوضه. انا ملياش شروط كتير خالص، غير ان اللي يسكن معايا يكون ملتزم في دفع الايجار، ولو هو بيدخن يدخن في اوضته، ما يدخنش في الصاله. قال لي خلاص ماشي اتفقنا. والسكن ده ما يدخلوش ولا خمره ولا نسوان، ولو ليك اصحاب يجولك زياره لكن محدش يبان. قال لي يا عم متفقين. قلت له بص انا دافع عربون شهر، الايجار شهر، فانت هتدفع النص بالنص، فهتديني نص العربون. قال لي يا عم وانا مالي، ما العربون انت هتاخده. قلت له يا عم مفيش مشاكل، اديني الايجار. قال لي كام يوم وحاسبك. قلت له خلاص ماشي. قعدنا واتفقنا. راح جاب الحاجه بتاعته وجه وقعد في الاوضه. انا كنت بدفع الايجار ده كان $500. كنت بصرف في الشهر حوالي 500 زيهم، فكانت $1000. معايا فلوس، بس مش هعرف اوفر اي حاجه خالص، وخصوصا ان الشغل مش بيجي يعني ايه بشكل دوري. انت ما تعرفش النهارده هيجي لك شغل بكره مش هيجي، ما تعرفش. فقلت اجيب حد يسكن معايا اخفف من الايجار شويه. وبصراحه برضو وقتها كنت بدات اشعر بالوحده. رحت جايب قطه عشان تونسني. القطه دي كانت مجنونه، بتكسر الحاجات وتتنطط كل شويه في مكان، واجيبها من الستاره وبتاع. وكانت تعمل حمام في كل مكان، وخلت ريحة البيت زي الزفت. رحت مشيت القطة وقلت مفيش مشاكل، لو حد محترم يقعد معايا اهو يونسني يعني. فضلت زي ما انا شغال على الصفحة بتاعتي، انزل اعلانات، انزل كل يوم اروح السوق بتاع اكسسوار الموبايل اشوف ايه الجديد وانزله على الصفحة. كانت الناس تتواصل معايا. كان في حد ممكن يتصل بيا وهو جوه جوانزو يقول لي انا مثلا محتاج مترجم، كنت انزل معاه مترجم ترجم، واخر اليوم يديني مثلا $50 $100 على حسب العميل يعني. ساعات كنت اتشغل، يكون عندي مثلا 2 عملاء في نفس اليوم عايزين يقابلوني، كنت بنزل الراجل اللي ساكن معايا في السكن اقول له روح قابل الناس وترجم لهم وكده. الترجمة كان الكلام قليل، بس هي الفكرة في معرفة الشوارع والمصانع وكده. الراجل اللي كان ساكن معايا ده كانت خبرته اقل مني، رغم ان هو اقدم مني ب5 سنين، وكان جزار يعني، كان بيذبح الزبون. كان يجي لنا مثلا زبون المفروض مثلا اخرنا خالص ناخد منه $100 في اليوم، تمام، يروح يقول له $200 ويرجع. اقول له يا ابن الناس خدت ليه من الزبون $200؟ الراجل ماشي زعلان. يقول لي ده ولاد كذا ولاد كذا ولاد كذا، وبيشتم في العملاء. انا بكره جدا اللي يشتم في العملاء. العملاء يعني راجل ملوش ذنب، هو عاوز يقتصد وانت تتفق معاه، اتفقت خير وبركه خلاص ارتضيت. لكن بعد ما يمشي تشتمه، انا ما كنتش بحب الاسلوب ده، بس يعني كنت بضطر على مضض يعني. مرت الايام وكان لازم اطلع بره الصين، كل 30 يوم لازم اطلع.
فانا رحت ماكاو ورحت هونج كونج. رحت ماكاو مرتين، المره الثالثه جيت اروح منعوني من الدخول. انا عايز اروح اي بلد قريبه ومصر 9 ساعات بعيده، فمش عارف اعمل ايه. فكان ليا واحده صاحبتي في فيتنام، قالت لي انت محتار ليه، تعالى فيتنام. قلت لها خلاص اجي فيتنام. عملت لي تاشيره اونلاين ورحت حاجز التذكره ذهاب وعوده. جيت يوم السفر قلت انا ايه، انا لازم اوضب الشقه، انا مش همشي واسيبها ايه متوسخه كده. قعدت اكنس وامسح وانضف واشيل ده يمين واحط ده شمال واغسل الاطباق. المهم سخنت في التنظيف جامد، فنزلت اشتريت مكنسة جديدة ومساحة جديدة وادوات نظافة ومعطر جو، وفضلت انضف. بعد ما خلصت تنظيف اخدت شاور ورحت لابس ورحت رايح على المطار. رحت المطار قبل ميعاد الطيارة بساعة. وصلت لقيت الكاونتر فاضي، بسأل على الطيارة قالوا لي الطيارة طلعت.